بدايات بسيطة. يعني كما يعني معروف داخل منطقتي. نعم. بس لما ذهبنا إلى المهجر وبالذات إلى رفحاء، أنا أعتبرها رفحاء العطاء، رفحاء المعاناة خلقت الإبداع. المعاناة. وكان اكو اختلاف بيننا وبين اخواننا الذين هاجروا الى بلد اخر. نعم. كان علينا حصار اعلامي، كانت عندنا قابليات يعني جدا مو طبيعيه من اصوات ومن شعراء كبار موجودين، ولكن كان علينا حصار اعلامي، يعني صوتنا ما كان يطلع بس بداخل المعسكر. نعم. عرفت شلون؟ فلما بعدين طلعنا الى دول الغرب، الى دول اخرى، صارت عندنا بدأت مسيرتك الشعرية. أنا مو بعيد عن المسيرة الحياة اللي عشتها، لكن المسيرة الشعرية بدأت من هناك، من رفحاء. نعم. يعني كانطلاقه، يعني كشاعر انه سموني شاعر، خلينا نقول 91. نعم. بس قلت لك اكو علينا حصار اعلامي، فلما ذهبنا الى الدول الاخرى كان عندنا عالم الانترنت. نعم. فاصبحت معروف على عالم الانترنت من خلال هذه النافذة. اي من خلال النافذة. بعدين لما رجعنا العراق، نعم، فالتقينا يعني بجنابك بجناب المرحوم رحم المالكي رحمة الله عليه. ناظم الحاشي، مجموعة من الشعراء، والحمد لله والشكر أدينا اللي علينا. يعني أنا أعتقد أول قصيدة حفظها الجمهور إلي هي كانها زينب. هاي حافظها؟ نسمعها؟ اي تقريبا حافظها. نسمع. اللي تقريبا اشهر قصيده الي كانت. نسمع. كلما انظر الى طريق الطف ارى زينب وهي على ناقه هزيله ويحدوها شمر، فسؤال يطرح نفسه، فعلا هذه زينب؟ هذه اخت العباس، اخت الحسين؟ فنظره تعجب او نظره استفسار بالاحرى. كانها زينب هاي بنت حامد دخيل، بس عجيب نشوفها بلا يا أهل، كون أخت عباس تركب على الهزيل، يعني يا ستار عباس انشتل. هي زينب هاي عن ناقة وتميل، ومن تميل الريح يسندها بخجل، بيها هيبة حيدرة وزعل الشفيل، وبيها صبر حسين لاح ويزعل. والعجيبة شلون يحديها الغريب، واني أعرف زين بطباع الكفل، وكان راس حسين ذاك العالرمح، وهذا يا سيف الذبح خير العمل. وين سبع القنطرة وسبع الطفوف؟ ايش صبر الراس على رمحه وما نزل؟ بعينه من شاف الشمر صوته يلوح، بمتن زينب كيف عباس احتمل؟ يعني هاي ام الخدر زينب اقول؟ يعني ايس لا خدرها ولا اهل، يعني لا شفالها يلوح الشفوف، ولا ابو الحملات من صاحت حمل، يعني ظلت بين شتال الحسين وبين سلاب الربا بحضن الفشل. بس على عناد الوقت وش ما يجور، ما تهبط راس هربات الفحل. هي زينب ما يغيرها المصاب، ان كان عن ناقه واذا فوق الجبل. هي زينب. وهذا شان مقطع. أحسنت. اينما تكون هي زينب عليه السلام، سواء كانت سبيه او كانت في بيت الامام سلام الله. زينب يعني تاريخ زينب عطاء. الحقيقه مثل ما تقول اتخصص في هذا الجانب، يعني انا كل يعني شعراء الجمهور. نعم. خصيصا انا ابداعي في هذا المجال زينب العباس، زينب العباس. نعم، يعني متعارف عليك هكذا هذا الموضوع. لو ابدع به وارتاح من الكتابه. نعم. يعني ما تلاحظ اكو هناك يصير ضغط على ذاكرتك الشعريه عندما تكون بسمح لي حتى اوصل لك الفكره، من تضغط عليك الذاكره لموضوع معين، هو موضوع الطف متشعب والواقعه كبيره جدا ونهلوا منها الكثير وكتبوا عنها الكثير، لكن عندما اختص بهذه الفقره بين هذين الرمزين، يعني اكون احد ذاكرتي وذائقتي وموهبتي الشعريه بهذا العطاء، يعني تشوف يعني شلون المخرج للقصيده الاولى والمخرج للقصيده التاليه، مثلا العام وغير السنه، شنو المخرج اللي تخرج به؟ يخرجك وحده الموضوع، اختيار الصوره، هو الموضوع واحد. انت قلت لي بين زينب وعليه السلام والامام العباس عليه السلام. نعم. نعم. موضوع متشعب، يعني العباس لا يقف على موضوع واحد. فعلا. مره تاخذ نظام الوفاء. نعم. مره العتب، مره انت خذ تخلق في الموضوع. يعني انا اتذكر، ما تسمح لي، يعني اتذكر مره، يعني انا كنت ارفد منظر على نهر الفرات. نعم. وكانني ارى العباس عليه السلام. خيال شعر.
وزينب من هذا الجهه، وانا كنت القي قصيده فحولتها الى وقع حال اللي الان اصبحت مشهوره. القصيدة اللي قرأتها قبل بداية الحلقة كانت قصيدة عادية، مو قصيدة لطمية. أنا بس أريد أعرف من حضرتك حتى تأخذ راحتك بالقراءة، القصيدة اللي القصائد دائما تكتبها هي اللي نسمعها من الرادود ملا باسم أو غير رواديد، الله يوفقهم، لو تكتب القصيدتين يعني تكتب اللونين، قصيدة القرائي. اللونين؟ نعم. يعني هسه على القصيدة أنا قاريها ملا باسم. نعم. يعني أغلب الناس عرفوها عن طريق ملا باسم. نعم. يا سيدي يقول: إذا تلفظ اسم زينب أوصيك، إذا تلفظ اسم زينب أوصيك، الفظه بكل أدب واذكر ألمها، أول ما تلفظه يجيك عباس غيور وكل شيء غار على اسمها. أول ما تلفظه يجيك عباس غيور وكل شيء غار على اسمها، حتى خيالها لو شاف عباس يخاف يسأله ها شو تسوي يمه. حتى خيالها لو شاف عباس يخاف يسأله ها شو تسوي يمها. إذا هب الهوى عاصف على الناس أبد ما يقدر يحرك هدمه. وعلى عيونك يا زينب حلم مذبوح، على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وترس عينك دمع بس ما بكيت، بكيت جروح طهرت المسافات، وكل خطوة بيسر منبر بنيتي. يا هيبة علي ودخلت علي زيد، خورست الزلم وتسيديتي، نظرات الزعل بعيونك سيوف، وذو الفقار صوتك من حكيتي. نظرات الزعل بعيونك سيوف، وذو الفقار صوتك من حشيتي. سفينة هم، سفينة هم سريت ببحر الدموع، وعلى ساحل مصايب هرسيت. اسمحي لي يا زينب أسأل اليوم وانت هواي من تحمليتي، لأن مجبورة أسألك علي أذيك وادري بيام كانت علميتي. أسألك يا الغريبة وتشلشل الليل، وحارس الحرم انت اللي بقيتي. اشوف ان كان بيدش معصب يلوح، احلفش بالضلع علما نخيتي. اشوف ان كان بيدش معصب يلوح، احلفش بالضلع علما نخيتي. نخيت الكافلش مقطوع الزنود، ومعذوره لان وحدش بقيتي. مشيتي بغير طولك خاف ينشاف، وضم روح النهر لما اجيتي. كل خطوة نفس وياها عباس، لكن من وصلتي لش لقيتي. غمضها السهم وحدة من العيون، بس الثانية تشوفك اجيتي. وصفت انت وكفيلش ما حد وياك، ومسموح العتب لو عاتبيتي. ايش قلتي له يا زينب؟ ايش قلتي له يا زينب؟ قوم وياي، مو انت اللي قلت قوم بحميتي. عمود البيت انت الشائل البيت، وتدري من تطيح يطيح بيت. قلتي له الخدر يا بالفضل راح، وحرقوا خيمتي وطبوا ثنيتي. قلتي له السياطع لاختك تلوح، تتلوع على متنك والتويتي. صحت بشاربك انا يا عباس، وما رف شاربه من حشويتي. معقوله سكت وتقبل الحال، ومتنك ينضرب وتشتفيتي. حسين بيوم حشم وين الانصار غدت تهتز جثثهم، ما دريتي. عجب عباس ما يهتز الاذراع وانت قبال عين السلبيتي. عجب عباس ما يهتز الاذراع وانت قبال عين السلبيت. كل هذا الحكي وما قام وياك، وقمت بيا جرح من عيسيتي. على طول الجرح لما تقومين، ومثل حسين من قمت انحنيتي. ورجعت رجعت بس الايتام، ويسألونك يا عم شو بطيتي. أعرفش بنت علي قد هاي الأحزان، ومثل عباس يا زينب وفيتي. نعم فوق الهزل والروس وياك، ونعم عقب الخدر ذاك انسبيتي. بس الكل تشوفك أسد مجروح، وكلها تميل عنك لو مشيتي. اعذرين يا زينب لا تزعلين، وأنا بدمعتي تبين هويتي، وأنا بدمعتي تبين هويتي. عظم الله لك الأجر. عظم الله أجرك. الله يوفقك. الله يسلمك. سيد، القصيدة العادية، القصيدة الشعبية العادية، هناك من ينهل
من الواقع، ومن ينهل من الحياة ويستلهم مفرداته من ما يشاهده بحياته من مناظر طبيعية، ومن ما يستلمه من الذاكرة. واعتقد اغلب الشعراء من ينهل من القراءة. القصيدة الحسينية والقصيدة اللي مخصصة لواقعة الطف لزاما على الشاعر ان ينهلها من الواقع لو ينهلها من القراءة. استاذ سمير، يعني منين ياخذ؟ يعني حضرتك جنابك الان منين تاخذ مو خفي عليك استاذ سمير، مو خفي عليك انه احنا لو نتناول الموضوع كواقع صعب جدا الكتابه. نعم. يعني انت تتخيل انه طفل عمره 6 اشهر وحمل ابوه للماء، انه نعم. يطلب له مي ورموه بسهم. هاي القصه ما يشيلها العقل. ما عندنا غيرها. نعم. غير القصه ما عندنا غيرها. زين. نعم. صار حوالي 1400 سنه 1400 سنه الشاعر يكتبون على هذا الموضوع فعلا. فانت لا اذا تتناولها مهما تكون يعني نعم يعني قوه شعرك وابداعك تتناولها نصا كواقع ما اعتقد. نعم. فيجب هنا استخدام الخيال. نعم. الشيخ احمد الوائلي الدكتور رحمه الله عليه مرات من يستعرض واقعة الطف يستعرضها لكونه شاعر، يستعرضها بمفردات ويضع لها اساطير ويضع لها طقوس يعني تجذب الشاعر. يعني شلون مثلا تقول انا لو كاتب هاي اللي جاي يحكيني الدكتور، مرات نحن اكثر من ننهل من الدكتور، ناخذ من عنده ما يقوله، ما يعلق على الواقع، تعليقه يختلف عن الاخرين، يعني رسمه للواقع يختلف عن الاخرين. صحيح. يعطيها دلالات. صحيح. ويعطيها بعد غير اللي نسمعه من الاخوان شيوخنا الاجلاء على المنبر، يعني يعطيها جماليه اكثر. مرات ننهل من هذا النهر الخالد. بلي احنا هم عندنا انهر، يعني صحيح احنا خلينا ننهل من. انا هذا اللي اقصده، يعني اللي هي الواقع. نعم 1400 سنه هي واقعه واحده، لكن هناك من يعبر عنها بتعبيرات اخرى ممكن ان تحفز الشاعر لكتابه نص. اي بس مرات انت كشاعر استاذ سمير. نعم يجب عليك انت. وانت هم مر عليك، يعني انا ما سمعت في اليوم الحسين يعني عندنا روايه يقول مثلا انا اكو قصايد دائما طلع بالاربعينيه مال المشايه. نعم. يا هالشايل الرايه وجاي قاصدني. احنا ما عندنا روايه تقول هيك شيء. نعم. الحسين يخاطب اللي يقول له انت رافع الرايه. بس هذا خيال شاعر. احنا نتصورها. راح اعرف من عندك لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجع لكم ابو.